شايفين يا جماعه السكراب بتاع هدى بيوتي مطلع من بشرتها ايه؟ حرفيا قشر وشال الجلد الميت من بشرتها كانه سحر. فورا انا داخله اعمل بيه اوردر. افندم بكام؟ مش محتاجه تطلبي المقشر بتاع هدى بيوتي اللي ب 500,000 جنيه، عشان بتمنه هتشتروا روتين بشره كامل وهو لاين شاين اند وايت من براند سو ساندي. اول ستيب الاكسفوريتنج جel، تاني ستيب شاين اند وايت فيس سيرم، واخيرا شاين اند وايت اي كريم. الباكجنج بجد عاجبني قوي، عملي وشيك، ويلا بينا نجربهم سوا. اول برودكت هو الاكسفوريتنج جel. التكتشر بتاعه جل خفيف قوي وطريقه استخدامه سهله، بفركه في بشرتي كويس، بستخدمه من مره لمرتين في الاسبوع على الاماكن اللي انا محتاجه اقشرها، وحرفيا في اقل من 15 ثانيه بلاقي الجلد الميت طلع في ايدي. بصوا كميه الجلد الميت اللي طالعه في المنديل اكنه سحر حرفيا. بعد كده الشاين اند وايت فيس سيرم، وده اول سيرم المين انجريدينت فيه وهو مستخلص سم النحل. الميليتين الموجود في سم النحل بيحفز الكولاجين وكمان بيأخر ظهور التجاعيد، ده غير ان فيه ترانزاميك اسيد والفا اربيتون اللي بيشتغلوا على توحيد لون البشره وكمان التصبغات. بعد كده الشاين اند وايت اي كريم، وده بقى احلى حاجه فيه بجد الابليكيت، بحس ان بعمل مساج لعيني وانا بحط الاي كريم بتاعي. المين انجريدينت فيه بقى وهو كاستناء الحصان، وده بيزود تدفق الدم في الشعيرات الدمويه اللي حوالين العين عشان يقلل الهالات وتبان المنطقه دي مشدوده وشكلها صحي اكتر. من الاخر ده افضل روتين افوردبل لبشره منوره مشدوده هيلثي وكمان متوحده، فده الروتين اللي بشرتي مبقتش تقدر تستغنى عنه من جماله، وانا متاكده ان انتوا لو جربتوه هتحبوه زيي واكتر كمان، واكيد هستنى رايكم تحت في الكومنتس.